تعالوا النهارده نعمل مع بعض يا جماعة. هنعمل المحشي والفراخ في نفس الحلة مع بعضهم. مش هنعمل بقى ولا هنسلق ولا هنحمر، هنحط الاتنين على بعض. وعايزة اقولك ان دي احلى فراخ فعلا هتاكليها في حياتك. نبدأ بقى في عمل البصل المحشي. معانا هنا البصل بتاعنا كمية كده كويسة، هننزل بيه وهنبدأ نحمر فيه. هننزل بالملح والفلفل واتنين مكعب مرقة. خلاص، انا طبعا عامله معاكم قبل كده تسبيكه المحشي، فانا مش عايزه اطول فيها. انا فكره الفيديو النهارده ان انا هعمل النهارده معاكي الفراخ والمحشي في نفس الحله. خلاص، هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا الجميله دي على الصلصه بتاعه المحشي. هنسيبها بقى مع بعض كده تتسبك، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا. خلاص، هنغطي عليها كده ونسيبها. هنروح بقى للفراخ بتاعتنا، هنبدأ نتبلها يا جماعة. احنا هنحمرها طبعا. ملح وفلفل، هنقطع نبشر عليهم بصلاية وطماطماية وشوية ملح وفلفل، وهندعكهم ببعض. طبعا غسلين الفراخ كويس جدا. عايزة تحط الفرخة سليمة مش مفيش مشكلة، بس انا جات لي متقطعة كده. فهبدأ اتبل الفراخ طبعا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا هسيبها في التتبيلة دي على الأقل ساعتين تلاتة، وبعدين هبدأ ارجع اشتغل فيها عشان تاخد من التتبيلة. في حلة بقى كده او طاسة يا جماعة على النار، هنحط معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت. ولازم تكون الحلة سخنة جدا عشان ما تنزلش ميتها. هناخد اللون الجميل ده زي ما انتم ما شايفين. نرجع للتسبيكة بتاعة المحشي. بمجرد ما التسبيكة استبكت كده، هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي انت تحبيها وتفضليها. ومقطعين طبعا الخضرة بتاعتنا، وهننزل بيها على الصلصة. خلاص كده احنا نكون جهزنا مع بعض تسبيكة المحشي. عايزة اقولك احلى تسبيكة بجد، انا عاملاها معاكم قبل كده في الفيديو. خلاص، هنجيب بقى هنا الحلة بتاعتنا، وهنبدأ نرص فيها تحت شرايح بصل وطماطم، وهندبلهم بملح وفلفل. وهنرص الفراخ ونحط بقى المحشي فوقيه بالطريقة اللي انت شايفيها دي. خلصنا مع بعض المحشي اهو، هنرفعه على النار وهنسيبه كده مع بعض لغاية ما يبدأ يغلي معانا. احلى فراخ بجد هتاكليها. نكون طفينا على المحشي بتاعنا وخلصناه، هنغرفه مع بعض يا جماعة. عايزة اقولك احلى فراخ هتاكليها ودايبة دوب وتحفة وجميلة. يا ريت تجربي الفيديو، يا ريت تجربي الطريقة، ولو عجبتك يا ريت تشتركي في القناة. واستنوني حبايبي في فيديو جديد.